بص بقى يا سيدي، العيب ده علشان مش هقولك ان انت هتقابله، لا ده انت هتقابله فعلا، والحل بتاعه بسيط جدا جدا جدا. بيكون المكنه الستوب معلقه ومخليه ان الفوانيس الخلفيه للعربيه منوره بالشكل ده، وكمان بتخلي العربيه معاك تقطع الدواسه بتاعه البنزين، تيجي تدوس بنزين اكن مفيش بنزين اطلاقا. يبقى العيب سببه ان مكنه الستوب فيها مشكله. تعال بقى مع بعض نعرف ايه المشكله دي، عشان والله الحل بتاعه بسيط قوي. والعيب ده بقى بيبقى بسبب الكاوتشه بتاعه الصداده اللي هي بتاعه مكنه الستوب او السويتش بريك. السويتش بريك بيكون فيه صداده كاوتش زي ما انت شايف كده، وطبعا بيجي لها وقت وبتتقطع نصين زي ما انت شايف، وبتبقى عامله مساحه اكنك دايس فرامل بالظبط. وللاسف الكاوتشه دي مش بتتباع، فالحل بتاعها بسيط قوي، هوريك تعمل ايه. بص بقى يا سيدي وركز معايا، هتجيب مسمار وصاموله 8 وتيجي مكان الكاوتشه بيكون فيه ثقب، هتركب فيه المسمار مكان الكاوتشه بتاعه الصداده اللي هي بتاعه مكنه الستوب، وهتركب المسمار والصاموله بتاعته، وما تنساش تربطها كويس. وبعد ما تركب المسمار والصاموله وتتاكد ان انت رابطهم كويس، هتعمل اختبار للفرامل، هتدوس فرامل وتشوف حد ورا يبص على الفرامل بتاعه العربيه النور بينور ويطفي ولا لا. والحل بتاعها زي ما انت شايف بسيط، وعلى قد ما ان هو بسيط في ناس بالفعل بتغير كذا مكنه ستوب على العيب ده وما بتاخدش بالها من التركات الصغيره قوي دي.